اهلا وسهلا غزالاتي، نتمنى تكونوا لاباس، صحتكم مزيانه. يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله بصحه جيده. اليوم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم، كيخص المتزوجات والعرائس المقبلات على الزواج وحتى البنات. علاش لا؟ ضروري تهلاو ليا في ريوسكم، تكون الرائحه ديالكم طيبه وتكون في كارتي الانوثه في دارك. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله. اول حاجه البنات بغيت نشارك معكم مع الطبيله اللي كتشهي كتفتح الشهيه. فطور هكا اللي متنوع ومشبع. وجدت فيه لي بانكيك مع البيض مقلي بالخليع، وحرشه كتجي بنينه البنات، مسقيه بالكريمه والكراميل، ما تشبعوش منها. البنات او المتزوجات او المقبلات على الزواج، العرائس، ضروري عند اي وحده فينا يكونوا عندها هكا بيجامات باش تبدل في الدار. انا الاكثريه عندي في الحوايج هما البيجامات اكثر من حوايج الخروج، حيت هما اللي كنستغلوهم بزاف. اول بيجامه هي هذه ديال ساتان في الغوج، كتجي هكا بالدونتيل في البيج، كتحمق في اللبسه البنات. بهذا الدونتيل كتزيدها انوثه اكثر. توبها البنات حريري، داك ساتان الحريري ماشي داك ساتان السخون المزموت. وهذا الباك هذا ديال ريتويلز واحد ريحه النقاوه، فيه ريحه الانوثه، ضروري يكون عند اي عروسه او اي متزوجه او المقبلات على الزواج. بيجامه الثانيه كتجي دومي مانش، كيف كتشوفوا اللوين ديالها انثوي بالشورت. وهاد دو بياس ديال فيكتوريا سيكريت في الغوج. كيف قلت لكم نركزوا على الحويجات اللي يكونوا هكا اتيرون، ومن طبيعه الحال ضروري لينا من لي كريم، لي بروم، البارفان، نيدغاتيو لابو ديالنا، الفيزاج، الشفايف ديالنا حتى هما ما نساوهمش. نديرو ديودورون بغيم هكا نرشوا على الحويجات اللي غادي نلبسو، تكون فينا ديك الريحه، ريحه النقاوه، ريحه الانوثه كتنبع منا. وبالنسبه لهاد البيجامات البنات اللي غنوريكم دابا، هادو محترمين، تقدروا تلبسوهم قدام العائله ديالكم، تقدري تلبسوهم قدام حماتك، محترمين وشي حاجه واعره، كاليتي ديالهم زوينه بزاف، كتجي في اللبسه راقيه. هما البنات بارد وحريريين بزاف. هذه البنات في البلو مارين، كتجي هكا بالدونتيل حتى هي. انا كتحمقني الدونتيل في البيجامات، ضروري البيجامات اللي كناخذ تكون فيهم الدونتيل، كتعطيني واحد الانوثه في الشكل. هذه البنات حتى هي واعره، والكاليتي ديالها شي حاجه ما نهضروش عليها. ميم هذه حتى هي هذه البنات راه ماشي حمراء ماشي غوج، راه غوز فوشيا، كتحمق حتى هي في اللبسه بالدونتيل، في الصدر ديالها الجديدات، شي حاجه كاليتي واعره. السريويل ديالها البنات كتجمعوا على حساب القياس ديالكم في الكريشه. كتجي حتى هي بالبينوار ديالها طويل، الصراحه زوينه زوينه انيقه في اللبسه ديالها. وكتجي سانتري في الكريشه، من جهه الكريشه كتجي مجمعه، كيف كتشوفوا الدونتيل ديالها رطيطب، كتحمق في اللبسه، غزاله بزاف، شي حاجه كاليتي كيف قلت لكم. مهم غزالاتي، انا شاركت معكم غير بعض البيجامات باش ما يجيش الفيديو طويل. بالنسبه لهاد البيجامات البنات يقدروا يلبسوهم حتى النفسات، ومن طبيعه الحال كل وحده فينا خص يكون عندها بيجامات هكا اللي يكونوا مثيرين، ملي تجي تاخدي دوش بالليل تلبسيهم يكونوا هكا قطن بالطونطيل. وما نساوش ندهنوا البشره ديالنا بلي كريم، ونرشوا لي بروم، نيدغاتيو لابو ديالنا مزيان، الفيزاج، الشفايف، تكون فينا هكا رويحه انثويه، ونعسوا على ديك ريحه النقاوه فينا. وانتي كأنثى ضروري ليك من لي زاكسيسوار. انا هاد لونسومبل هذا كيحمقني، ضروري ليك من حلقات، سنيسله، براسليات، كيبرزوا اكثر الانوثه ديالك. وبينضات من طبيعه الحال على حساب البيجامات اللي عندك، ضروري حتى هما منهم. وهنا البنات من بعد ما وريتكم البيجامات اللي كيف قلت لكم قد ما شريتو ديال البيجامات غينفعوكم في البيت ديالكم اكيد. وهنا قبل ما نخرج للحمام بغيت نشارك معكم هاد الوصفه هذه، كتخلي اللحم كيشعل، القديمات كيوليو حميمرين،
فيها الصابون البلدي، سكر كلاصي والعكر الفاسي، وواحد ساشيه ديال خميره كيماويه او خميره ديال الحلويات. صدقوني هاد الوصفه ما كتخليش لكم اللحم شي بلاصه هكا مدبوغه في اللحم ديالكم، كتخرجوا كتشعلوا. ومن بعد غنشارك معكم السكراب اللي حتى هو حضرته في البيت. فيه جيل الويفيرا، سكر سنيده، قهوه اللي معطره مطحونه، والعكر الفاسي اللي ولا بدا منه كيف قلت لكم كيخلي لكم القديمات حميمرين. صافي غادي نزيد على هاد المكونات زيت جونسون، ومن بعد غنزيد قطرات من زيت ريتيولز. كتخلي هاد زيت ريتيولز واحد الريحه في هاد السكراب، راه ما نقول لكمش ريحه النقاوه. اللي بغات تستعمل تزيد على هاد المكونات جيل دوش تزيدوا، انا ما كنستعملو بوحدو والسكراب كنديرو بوحدو. هاد السكراب البنات ما كيخليش لكم داك جلد الاوزه قبل الحلاقه، ولا كتخلي لكم لابو ديالكم، كيخلي لكم لابو ديالكم رطيبه. ومن طبيعه الحال البنات واخا كناخذوا دوش في البيت ديالنا مره كيخصنا ولا بدا نمشيو للحمام. هنا غنوجد معكم السله ديال الحمام، درت فيها داك الصابون البلدي اللي حضرت معكم، جيل نيتوايون مع جيل دوش، شامبو وابري شامبو كيف كتشوفوا معايا، مع جيل نيتوايون بور لو فيزاج، و زيت ديال ريتويلز. كتحمقني البنات هذه نديرها في الحمام، كتخلي واحد ريحه النقاوه يا سلام. هاد سكراب هذا البنات حتى هو ديال ريتويلز، كنديروا لرجيلاتي ديال الملحه. غندي كيوسه ولا بدا منهم على ود الكوماج، وغندي شويه باش نغسل البلاصه اللي غنجلس فيها ديال البرودوي، مع جيل انتيم كيف كتشوفوا معايا. وهذه هي السليله ديالي وجدتها معاكم. صافي دابا ما بقى ليا الا نمشي نضربها بواحد التحميمه. صراحه البنات انا واخا كندوش في الدار ماشي بحال مشيت للحمام كنحس براسي تنقيت مزيان في الحمام. وانا وجدت معكم الحويجات ديالي حتى هما. وقبل ما نمشي للحمام البنات وجدت هاد السلطه اللي كتجي اكثر من رائعه وبنينه بصدر ديال الدجاج مبخار ولدان فيمي ورق البسباس. هاد السلطه كنسميها سلطه ايمي بيوتي، كانت شاركتها معنا وطبقتها جات واعره حمقات راجلي. وبالنسبه للطبق الرئيسي غادي ندير كفته البنات مشويه ان شاء الله، غنخليها الزوج ديالي هو اللي غادي يتكلف بها. راكم عارفين لا طيبتها قبل ما نخرج غادا تبرد. وقبل البنات ما نمشي للحمام غادي نبخر الدار ديالي. كيعجبني البنات ريحه البخور في الدار، منين نجي من الحمام نلقى هكاك ديك الريحه الزوينه طيبه في البيت ديالي كتحمقني، كنحس بواحد الراحه في الشكل. وهنا نكون وصلت معكم النهايه ديال لا فيديو. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من التعاليق المحفزه ولايك الفيديو الى عجبكم. طبيعه الحال بسلامه عليكم، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله.